خير ما تكونوا مروحين من عملكم أو طش أو طالع في الليل تلاقوا واحد غريب نايم في بيتكم، إيش ردة فعلكم؟ تقول له إيش بيسوي؟ يقول لك خليني أنام. شوفوا معاي. معناتها واحد يزداد مسيو mon frère, c'est ma maison. Mon frère, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Comment tu es entré ici? Parle avec moi. Tu es qui? Pardon? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Tu es qui? Parle avec moi. Réponds-moi. فيديو أثار جدل كبير البارح على مواقع التواصل الاجتماعي عفاف. الفيديو هذيا كانت نشرته محامية هي ضحى السعيدي. الفيديو حسب رواية المحامية بالطبيعة تقول أنه هزت أمها للكلينيك تعدي عليها، طفيت الأضواء والكل، سكرت الباب معناها عادي. وقت اللي رجعت بعد الكلينيك بعد ما روحت بأمها تفاجأت أنه لقات الأضواء تشعل، دخلت البيت النوم لقات الضوء. هذه الفيديو اللي باش نفسر لكم فيها المرأة شنو صار بالضبط كي لقات واحد من فريقة جنوب الصحراء في فرشها راقد في دارها. اسمعوا معي الفيديو. يشعل. قدمت القدام تقول حسب روايتها انه لقات مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء معناها على الفرش. كي سالته قالت له شنو تعمل هذا، شنو تعمل معناها لهنا. نسمعوا الفيديو مع بعضنا ونرجعوا. اللي صار احنا البارح العائله كامله في الكلينيك على 9 انا روحت للدار دوبا اللي حليت الباب نلقى الضوء يشعل. اور احنا كي خرجنا الصباح خلينا الضوء طافي. هذه اول نقطه. بون انا سارحه وهيمه وكذا مانيش مركزه بالبي، درت للكلوار معناتها باش نمشي للشومبر نتاعي، شفت الضوء في الشومبر نتاعي يشعل. خزرت نلقى انا افريكا انسان مريقد في الفارج معناتها من اصحاب البشره السوداء. فهمتني؟ في اللحظه هذه كان ما تنجمش تستوعب انت شنو اللي صار وشكون السيد هذيك وهو وحده ولا شكون معاه. رجعت وخرجت الدار، اتصلت بالعائله وبالجيران وبالحراسه نتاع العماره. جاو شكون في البدايه، مشيت نسال فيه، دخلت مع الحارس والجيران سالته قال لي راني قلت له شكونك انت؟ قال لي اخضر هكا حل نص عين وقال لي سي ما ميزون. خلاص روحي عاودت رجعت نتصل ب 197 فمشي ما نتحصل على المركز الامن. كي لقيت فما بروبليم دو ريسو مشيت هزت الكهرباء ومشيت لها. كي وصلت المركز العوينه لقيت النقيب حسام هكيا، حسام السياري صدقني ربي. حكيت له الوضعيه تفهم ديريكتومون، كلم الدوريه قال لهم اقرب دوريه تنقل معها المكان. هذا تصريح الأستاذة هذا تصريح حسب ديوان فام حسب الرواية نتاعها. حسب روايتها هي شنو اللي صار البارح كيفاش. كي سألناها لأنه فما أثار نتاع تكسير ليه، قالت لنا أنه ما فما حتى أثار معناها نتاع تكسير في الباب، ويمكن معناها ترجع خاطر دارها معناها واتيا لوطا ينجم يكون معناها صف. الحقيقة يعني هذه تبقى رواية المحامي. احنا ما نجموش معناها نصدروا مثال حكم والا نحكيوا معناها على القضيه معناها اكثر، الا ما نعرفوا حيثيات القضيه كيفاش دخل، شنو اللي صار بالضبط، وبالطبيعه في انتظار يعني